عندك 400 غرام غلة. اجا نوريك شنو تنجم تعمل بيهم ديسير ياسر بنين وساهل وخفيف على الاخر. لهنا خديت 400 غرام الغلة اللي عندي في الكونجيلاتور نشريه حاضر انا فريز وفرومبواز. تنجم تعمل خوخ توا مشماش اللي موجود عندك معناها ويتي بتنجم تعمله بطبيعة مش دلع وبطيخ. حطيت عليهم لهنا 3 مغارف سكر والا 4 مغارف سكر كيما تحب. ومن بعد حطيت لهنا 3 كعبات عظم. لهنا ناخذ طبق ماذا بينا ما يكونش يلصق، ما كانش حط بابي كويسون. حطيت رشه ملح، حطيت 2 باكويت سكر فاني، مغرفه فانيلين هذيك صغيره، ونخلط الكل مع بعضه. نحب نكهه الفاني كيما الفلون باش يجي مطعمه كي الفلون راه. لهنا حطيت 5 مغارف سكر. شو تنجموا تزيدوا، راهي ناقصه حلاوه، انا عملتها ناقصه حلاوه، تنجموا تزيدوا في السكر على كيفكم على ذوقكم. 60 ملي كريم ليكيد، وتنجم تعوضها بالياغورت كان عندك ياغورت ناتور طبيعي ولا حاول نكهه الفاني مش مشكل. ونخلط الكل مع بعضه مليح، ومن بعد نزيد لهنا الفرينه. حطيت 6 مغارف كبار، كي المغرفه تهز 25 غرام اهوكا يجيو 150 غرام. 150 غرام فرينه، 4 مغارف كبار انا حطيت 6 مش 4 يجيو 100 غرام. ونخلط توا الكل مع بعضه حتىش اللي يجي تكونوا يجيو عجينه متماسكه. هذايا بين الجاتو والفلان، كي تاكلوا ما تحسوش جاتو، تحس كأنك تاكل في فلان، اما اثقل شويه من الفلان. هكا تكون التكستور متاع العجينه. في الوقت هذا نزيد 300 ملي حليب، باش نحط من الاول 150 ملي ومن بعد نزيد 150 ملي اخرى. توا حطيت 150 ملي الاولى باش نجم نحل بالسياسه العجينه هذيك اللي عملناها. وقول قايل علاش عملناها ما صبيناش الكل مع بعض ويا علاش ما صبيتش الحليب الكل مع بعض؟ خاطر كيما الكريب كي نصبوا السوائل الكل مع بعضها الفرينه تجينا مكعبره. كي نعملوها عجينه مكبوسه هكاكا ونحلوها بالسياسه بالحليب تجينا رطبه وطلق كيما تراوها. توا بعد ما تحلت العجينه زدت 150 ملي ثانيين متاع الحليب عادي من الفريجيدير، لا سخون ولا بارد عادي من الفريجيدير. ومن بعد نصبوا توا فوق هاك الغله اللي حطيتها، تنجموا تخلطوها مع السكر والا تخليوها راكح فوقه كيما تحب. السكر اي نوع تحب تحطه، وهكا نصبوها على بعضها. نحطها توا في الفور مده 45 دقيقه على 180 درجه، ومن بعد نخرجها ونخليها تبرد. ما نقصوها كان لما تبرد، انا خليتها تقريبا صيف ساعه ولا ساعه غير ربع بردت، ومن بعد حطيتها في الفريجيدير، زادت سويعه في الفريجيدير باش نجمت نخرجها. خاطر كي الفلان راهي معناها تجي طريه شويه من الاول. نتوما تعرفوها كيفاش تعرفوها طابت، تشوفوا الحراف كيفاش يطلعوا هذوكم الحراف في الجناب، ومن داخل كي تحط صبعك ما تبداش يتلصق معاك. صحيح تبدا هكا خفيفه اما ما تبداش تتلقلق فوالا في الوسط. كاين ريتها مازال تتلقلق راهي ومازال الوسط هذاك ما طابش، خاطر انت ونوع المول نتاعك. انواع نتاع مول مثلا البلار يحب لهم باش تخلط الحراره للقلب، ريتوا لهنا الحراف كيفاش حمارت والقلب مازال فاتح. اما مش مشكله راهي طايبه خاطرها كيما قلت لكم كيما الفلان. توا قلبتها حطيتها في طبق ومن بعد قلبتها على الشيره الاخرى باش يخرج وجهها معناه، وحطيت عليها رشه صغيره سكر محور كيما هكا. هي روسيت فرنسيه تقليديه يعني قديمه عندهم، يستعملوها ديما موجوده في المجازين اللي تدور تلقاها باي نوع غله، مش خوخ فرومبواز فريز اللي تتصرف بك تنجم يختي اللي موجود معناه. وكيما قلت لكم بعد ما تبرد وقتها نقصوها ونقدموها. تنجم تحط عليها شوكولاته بيضه، تحب تزينها فستق، تنجم تحط لها النكهه اللي تحب عليها زاد انت من داخل وبدلها على كيفك. قصينا البرج الاول، شوفوا كيفاش نهزها، خايفه لا تتكسر وهي اللي ما شاء الله شده روحها. وها هي كيفاش تكون ما شاء الله مزيانه مرتوبه وخاصه بنينه. اما ناقصه سكر، عملتها انا نسمى راهي ناقصه سكر على الوصفه التقليديه والاصليه معناها. ريتوك الاحراف محليهم هذوكم كي الباتاشو مطعمهم وريحتهم كيما الباتاشو بالضبط. ومن داخل بين كريم باتيسير والفلان جاتو ليلي كريم باتيسير وفلان.
كاينك باش تعمل تارت بالغله، حتى كيوي بنان، كاينك باش تعمل تارت بالغله، اما بطريقه هكا تجي اسهل وخير. ننصحكم تجربوها.